بيبدأ الفيلم وفي مجموعة من الأصدقاء على سفينة رايحين رحلة صيد حيوانات، وفجأة بتنفجر السفينة بيهم. وبعدها بنشوف سمير وهو بيفوق وبيلاقي نفسه على الشاطئ، وبيقابل أبوه وصديقه ريكس اللي بيكونوا لسه عايشين بعد الانفجار، وبيقولوا إن السخانات هي السبب الوحيد اللي يخلي السفينة تنفجر بالشكل ده، لكن ده بيكون سبب مش مقنع بالنسبة لهم. وفجأة بيسمعوا صوت طلق ناري من بعيد، وبيقول ماركوس إن أكيد في صياد موجود هنا، وصوت البندقية تقريبا على بعد نص ميل. فبيمشوا كلهم في اتجاه الصوت، وبيلاقوا ان في شخص مولع نار، ولما بيوصلوا له بيلاقوا بيت، وبيظهر فجأة راجل من ورا ريكس، وريكس بيتخض، وبيحاول ماركوس يشرح له اللي حصل لكنه ما بيردش عليه. وبيجي واحد اسمه البارون وبيرحب بيهم، وبيقول لهم معلش اصله اخرس وما بيسمعش كويس، وبيقول لهم انتوا اللي لسه عايشين من السفينة اللي انفجرت، انا سمعت عنها امبارح، وبيقول لهم انتوا اكيد تعبانين والافضل ليكم انكم ترتاحوا شويه ونبقى نتكلم عن الحادث وقت العشاء. وبيجي وقت العشاء وبيقعدوا يتعرفوا على بعض، وبنعرف ان سانير كان قناص في الحرب، وبارون بيقول لهم انه شارك في الحرب سنوات طويله، وانه بيحب الصيد جدا، لكنه مش بيصطاد حيوانات زي باقي الناس، ده بيصطاد بشر. فبيعترضوا، وبيقول له ماركوس انت كده مش صياد، انت كده بتكون قاتل. قال له الانسان لازم يكون قوي عشان يستحق يعيش. فبيقول له ماركوس ازاي هتجيب الضحايا لحد هنا؟ قال له زي ما انتوا جيتوا بالظبط. وبيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا ان هو اللي بيحط الالغام في البحر علشان اي سفينه تعدي تنفجر، وبيوريهم الجماجم بتاعه البشر اللي بيصطادهم، وبيعرض عليهم انهم يشاركوا في اللعبه. فبيعترض ماركوس وريكس، وبيجي واحد اسمه ايفون وبيضرب ماركوس على راسه بحديده لحد ما بيموته، والبارون بيضرب ماركوس بالنار. وكده مش فاضل غير سانير اللي ما قداموش غير حل واحد بس، يا يشارك في اللعبه يا يتقتل زيهم. فبيضطر انه يشارك، والبارون بياخده بره البيت، وبنشوف ان في ضحايا تاني هيشاركوا معاه في اللعبه. فبيقول لهم البارون معاكم اكل وميه، وقدامكم 3 ساعات تقدروا تهربوا فيهم، وانا هاجي وراكم بالبندقيه، اللي هلاقيه هموته، واللي هيعرف يهرب مني لمده 3 ايام يبقى هو الفايز. وبيقول لهم يلا اللعبه ابتدت. فبيمشي سانير ومعاه الاتنين اللي مشاركين في اللعبه واللي اسمهم ماري وكوين، وبيمشوا في الغابه مع بعض، وبيقول لهم سانير لازم نرتاح شويه علشان نقدر نكمل. بعد كده بيجي البارون علشان يدور عليهم ويصطادهم، لكنه مش بيشوفهم، وبيظن كوين انه مشي، وبيقوم من مكانه. فبيجي ايفون من وراه علشان يضربه، لكن سانير بيهاجمه وبتقع سكينته على الارض. فبيرجع البارون تاني وبيضرب كوين بطلقه في ظهره وبيموته، وماري بتكون منهاره، لكن سانير بيقول لها لازم نكمل، وبيروح علشان يعمل فخ للبارون، وبيتكلم مع ماري وبيقول لها جيتي هنا ازاي؟ فبتقول له انهم كانوا مسافرين عشان يعملوا مشروع، وانها بتعرف تصنع الشوكولاته، وكانت هتعمل المشروع ده هي واخوها. فبيقول لها انه من نيويورك، وبيوعدها انهم لو خرجوا من هنا هياخدها معاه هناك. وبيجي البارون وبتكون ماري واقفه قدامه، وهو بيقرب منها بيخبط في الحبل والشجره بتقع عليه، فبيضرب طلق ناري وبيتصاب سانير في دراعه، وبيهرب سانير وماري. والبارون بيكون مبسوط وبيقول له اللعبه كده بقت ممتعه وان هو هيرجع له تاني. فبيمشوا في الغابه مع بعض، وفجاه بيجي راجل عجوز وبيقول لهم امشوا من الاتجاه التاني، وبيقولوا له لو رجعنا تاني هنموت. فبياخدهم معاه المكان اللي كان مستخبي فيه، وبيسألوا سانير ازاي قدرت تخدع البارون؟ قال له هربت منه لمدة 3 ايام وقدرت افوز عليه، وبعدها طلعت على السفينة لكن السفينة انفجرت، وهو فاكر انه خدعني وقتلني، لكن اللي هو ما يعرفوش ان قدرت انط من السفينة قبل ما تنفجر. فبتسأله ماري على اسمه، بيقول لها اسمه بين كولت وبيشتغل طبيب. فبيقعدوا يرتاحوا شويه وبيعالج جرح سانير. وتاني يوم بيجي البارون وبيكون واقف قدام المكان اللي هما مستخبيين فيه، وبيدخل ايفون علشان يخرجهم للبارون، وهو هيضرب سانير بالساطور. فبيجي بين ويضربه، وبيضربوا ايفون بالساطور في بطنه، وبين بيكون معاه قنبله فبيفجرها وبيموتوا الاتنين. وفي الوقت ده ماري وسانير بيحاولوا يهربوا، لكن ماري بتقع في فخ دببه. هو بيضرب البارون نار على سانير، فبتقول له ماري اهرب انت. بيروح سانير الشاطئ وبيلاقي بندقية، فبياخدها وبيضرب نار على البارون بشكل عشوائي، وماري بتعرف انه رجع علشانها. وبعدها بيرجع البارون البيت، وبيتفاجئ ان سانير مستنيه وبيقتله اول ما بيشوفه. بعد كده بياخد ماري وبيرجعوا الشاطئ، وبيلاقوا السفينة راجعة، فبيمسك ايديها وبياخدها معاه لنيويورك زي ما وعدها. وهنا بينتهي ملخص فيلمنا. بشكركم جدا على المشاهدة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي، وسلام.